بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامجكم موضوع للنقاش. حلقة النهاردة بعنوان العراقيل التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. طبعا فئة كبيرة جدا من المجتمع المصري عندهم أو أصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة زي المحلات التجارية، المعارض، بعض المشاريع اللي منتشرة بشكل كبير جدا في مصر ويمكن في العالم كله. المشاريع دي في عراقيل بتقابلهم ومشاكل بتقابلهم، ودي حلقة النهاردة أو موضوع حلقة النهاردة. العراقيل اللي بتواجه الفئة ديت أو أصحاب المشاريع دول طبعا منقسمة إلى نصين، يعني عراقيل في الإجراءات القانونية أو المشاكل اللي بتواجههم في الإجراءات القانونية، ومشاكل بتواجههم مع الموردين، الجمهور وخلافه. طبعا المشاكل اللي بتواجههم من الجهات الحكومية دي مختصة طبعا بالمستشار القانوني بتاعهم، الخبير الضريبي بتاعهم، الناس المتخصصة اللي هم بيساندوهم في حاجات زي كده. الرسالة اللي جات لنا النهارده من الأستاذ محمود وهو معانا حاليا على التليفون. ألو. ألو. السلام عليكم استاذ عامر. عليكم السلام، أخبار حضرتك يا أستاذ محمود؟ الله يبارك فيك يا استاذ عامر، ايه اخبارك؟ الحمد لله. عرفنا بنفسك يا أستاذ محمود. معاك محمود عبد الشافي احمد عبد الرحيم من سوهاج مركز دار السلام. يا أهلا وسهلا بيك. يا مرحبا بك يا استاذ عامر. المشروع اللي حضرتك فاتحه ادوات صحيه، تجاره الادوات الصحيه. تمام. حضرتك راسلت البرنامج وكان عندك بعض المشاكل اللي بتقابلك من قبل المشروع دوت، من ضمنها مشاكل مادية أو مشاكل وصلت للقضاء أو وصلت للمحاكم. تمام بالظبط يا فندم. بالراحة كده، واحنا حلقة النهاردة بخصوص المشاكل الخاصة بأصحاب المشاريع بشكل كامل، من ضمنها برضك المشاكل اللي هي مالية، مشاكل مع العملاء، مشاكل مع الموردين، مشاكل طبعا عايزين الناس تستفيد من حضرتك او الفئة اللي هي شغالة في المشاريع دي تستفيد من حضرتك، وفي نفس الوقت تقدر حضرتك تقول الرسالة اللي انت كنت باعتها للبرنامج. عايزين نتكلم في المشكلة. كلمنا عن المشكلة اللي واجهتك انت كمحمود الاول، وبعد كده نتكلم على اصحاب المشاريع بشكل عام. والله انا شغال في تجاره الادوات الصحيه من 2016. تمام. فتعاملت مع تاجر في المنصوره بدايه 2017. تمام. اسمه وليد السيد عبد المجيد البدوي. بالمنصوره. فتعرفت عليه وبدانا ناخذ فواتير وتعاملات كانت جامده ما بيننا. المشروع دلوقتي في سوهاج ولا المنصوره؟ لا انا مشروعي في سوهاج حضرتك، انا مقيم في سوهاج مركز دار السلام. تمام، لكن المورد طبعا او المورد في المنصوره. تمام، معاك، اتفضل. فانا تعاملت مع الشخص دي في 2017 بدايه 2017. تمام. خدنا وعطينا مع بعض، سحبنا مع بعض بملايين. فاخر حساب ما كان ما بيننا في 2022 شهر 6. تمام. صفينا الحساب كله وما تبقلهوش عندي غير بعض جزء بسيط 130,000 من الفلوس. يعني هو ليه عندك دلوقتي 130,000 جنيه؟ 130,000. تمام. فصفينا الحساب وخلاص، وخد شيكات بال 130,000 وتمام، وتفول 14 وتمام، وتعشينا وتمام وفي شيء مشكله. فجينا عرضنا، جاء اخذ هو كميه مرتجع من عندي، بعت لي 2 اشخاص، واحد اسمه عبد الباسط الزناتي من المنصوره. من دون اسماء، اشخاص طبعا. اشخاص تمام. خذوا المرتجع قيمته ب 40,000 جنيه. تمام. لما رحت بعد كده، انا مشيت بعدها بشهرين، رحت احاسبه على المرتجع وخدت دفعه معي من الفلوس، رفض يحسب المرتجع. تمام. قدامي شهود رفض يحسب المرتجع، جبنا الشخص اللي اخذ المرتجع، عندي ما عنديش، رفضوا المرتجع نهائي. تمام. هنا نشبت الخلاف، فقلنا خلاص هو كده ليه عندنا اللي هي المساكين حطوا في المحكمه وخلاص، بالشيكات اللي واخدهم وخلاص. تمام. فاتضح معاه شيكات من 2020 واخده تقادم، والشيكات دي معمول لي بها محضر ان الشيكات دي فقدت. يعني انت دفعت فلوس الشيكات دي؟ موجوده ايصالات بنكيه في حسابه الشخصي بالشيكات اللي رافعها علي. تمام. ومعمول لي بها محضر انه فقدت الشيكات. تمام. لما رحت اطالب واقول له هات الشيكات عشان اعطيه انا شيكات جديده طبعا. في سنه 21 عمل لي محضر انه الشيكات دي فقدت. تمام. وخلاص فقدت وعطوني رقم المحضر. تمام. ففجأت في 2020 لما اتصل علي بنك مصر انه في عدد شيكات واخذ رفض كبير لي ده كله.
يا عم في شيكات واخد رفض، عندي شيكات واخد رفض انا في، لقيته عامل لي 13 قضيه. 13 قضيه لغايه دلوقتي اللي هم ظاهرين عاملهم لي بالشيكات اللي عليه. بالشيكات اللي انا مسددها ودافع قيمتها في حسابه الشخصي في البنك، واللي معمول لي بيها محضر. تمام. طيب يا استاذ عامل، لو احنا بصينا لورا، انا من قبل الشيكات دي صارف هو يجي 1000 شيك في حسابه الشخصي. طب الشيكات دي كانت مدسوسه تعمل ايه؟ لما انا سددتهاش. الشيكات اللي اتصرفت دي، الشيكات تقصد ان في شيكات اتصرفت بعد الشيكات دي؟ يا باشا ده لو جبت لك حساب كشف بنك مصر هتلاقي 1000 شيك بعد الشيكات دي مصروفه بحسابه الشخصي، هو اللي ساحبها. يعني تواريخ الشيكات ديت في شيكات كتير انصرفت بعديها يعني. كتير خالص، وحوالات شخصيه كتير. تمام. ده انا لو جبت لك الفواتير اللي عنده وحوالات الشخصيه في حسابه يبقى ارقام فلكيه. يبقى ارقام فلكيه جدا يعني. تمام. فجينا طيب نحله معاه، رحت واحد اسمه محمد ابو النجا من الاقصر، صديق لينا ومعرفه ليه هو. تمام. يا عمي هذه ال 100000 جنيه اعرضها له وياخذها. قال لي لا، هو عايز 170000. طيب يحلف اليمين وياخذ ال 170000. قال لي لا، ما يرضيش يحلف. هو يحلف. طيب حلف يا محمد وياخذ ال 100 وبعد شهر ياخذ ال 70. قال له لا، انا عايز 270000. بعد ال 170 قال عايز 270. عشان احنا قلنا احلف على 40 وخلاص خد ال 40. تمام. قال عايز 270. طيب اسم محمد خليك معاه اسبوع ولا حاجه وشوفوا لو خد ال 100 عندك هي وانا اجيبها لك. رضيش. قال يجيب لي 270. كلموا الاستاذ محمد محامي برضه من عندنا هنا معرفه برضه، قال له الفلوس يجيب لك ال 100000 ومش عارف ايه. قال له انا عايز 300000 يجيني ويجيب لي 300000. يعني اسأت الاختيار. انت بتتعامل معاه بالك قد ايه؟ من 2017 لغايه 22. كان نعيش وملح ودخل بيتي وكان نعيش وملح مع بعض. يعني ما توقعتش انه يعمل كده. تمام. طيب عملت معاه بحسن نيه. عمل القضايا والقضيه دي سقطت بالتقادم دلوقتي، وفي اجراءات قانونيه وفي جلسات. لا ما عطيهاش تقادم هنا القاضي، يعني في شيكات واخده تقادم المفروض من القاضي ما كانش حكم فيها، لكن حكم فيها. الحاجه الثانيه المشكله اللي مواجهاني انه في واحد قريبه في مديريه امن سوهاج. بيتصل علي بتوع المباحث كل دقيقه نطين لي، بتوع المباحث جوني مرتين، مره خدوني من المحل مش في قضايا متداوله في المحكمه صح؟ في بعيد يعني انت حاليا ما عليكش اي قضايا غير متداوله او غير واخده ارقام او غير متسدده بمعنى اصح او بشكل قانوني متسدده. ايوه كل القضايا. ولا في حاجه مفتوحه عندك؟ يا سيدي كل القضايا مفتوحه عندي واخده احكام، وقع الاستئناف على كده. تمام. لا انا اقصد انت عملت معارضاتها وخدت اجراء قانوني فيها، اقصد متحدده جلسات لسه ما جاتش. وفي جلسات لغايه الاستئناف بتاعها لسه ما جاش 14/10 و8/10. تمام. لكن حضرتك دلوقتي عايز تقول ايه للتجار اللي زي حضرتك اللي هم بيتعاملوا مع موردين؟ النصيحه بعد التجارب اللي انت قضيتها، او ازاي ياخدوا حذرهم، او ازاي ان هم يتعاملوا مع الناس دي بعد كده؟ الو يا استاذ عام، ما يثقش في حد. تمام. يعني التعامل يبقى بحذر. ما يحطش اي ثقه في اي حد. تمام. نهائي. فارقني وفارقك، ورقتك وفارقني وفارقك. تمام. أعزائي المشاهدين، طبعا احنا سمعنا المشكلة اللي تم إرسالها للبرنامج. حالة من ضمن الحالات اللي هي بتعاني من الفئة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة، وهي فئة صغار التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة والبسيطة. اتعلمنا طبعا من الرسالة أو الهدف اللي احنا عايزين نعرض، أو اللي عرضنا عليه المداخلة ديت، ان لكل تاجر او كل رجل اعمال او كل حد فاتح مشروع يخلي باله من الاشخاص اللي هو بيتعامل معاهم، الموردين، الجمهور، يخلي باله من الاجراءات القانونيه اللي هي بتحوطه، يبقى معاه مستشار قانوني يثق فيه يقدر ان هو يلجأ له في كل حاجه ويستشيره في كل اجراء قانوني بيتم اتخاذه علشان خاطر ما يقعش في مشاكل بعد كده. لان التجار بشكل عام او رجال الاعمال بشكل عام او المستثمرين الوقت عندهم بفلوس، الوقت اللي هم يضيعوه في اجراءات قانونيه او مشاكل او خلافات يضيعوه في استثمار وخطوات للامام ونجاح ليهم. طبعا المشاكل اللي بتقابل رجال الاعمال
مش في الموردين بس او مش في الاجراءات القانونيه. احنا طبعا اتكلمنا على الاجراءات القانونيه، بيتم التواصل او لكل رجل اعمال او لكل مستثمر يتواصل معه او يخلي معاه مستشار قانوني للاجراءات القانونيه، خبير ضرائب للاجراءات الاداريه مع الضرائب مع الجهات الحكوميه، يبقى يخلي باله من كل حاجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لكل رجل اعمال ليه سمعه، لكل رجل اعمال او لكل مستثمر او لكل تاجر ليه سمعه. لازم كل تاجر يخلي باله من المنتجات اللي بيجيبها، الاشخاص اللي بيتعامل معاها، المنتج يبقى صالح علشان خاطر يقدر ان هو ينجح. خطوات لازم محتاجه خبره ومحتاجه استشاره. يعني الاستاذ محمود فتح ادوات صحيه، المفترض ده من سوهاج وده من المنصوره، كان لازم ان هو يسأل على الشخص ده، يسأل على التعامل معاه، يسأل على المنتج بتاعه سليم ولا لا. يعني في من بعض المشاكل اللي هي اتكلمت مع بعض رجال الاعمال عشان خاطر نقدر ان احنا نحضر الحلقه، قال لك ان في بعض الموردين بتبعت منتجات وبتطلع مش صالحه او مش كويسه، وفي الاخر ما بيرضوش ياخدوها. زي بالظبط الاستاذ محمود قال دلوقتي ان هو ما رضيش يستلم المرتجع بتاعه. طيب هو لو كان عامل عقد، لو كان عامل عقد وتعاقد موجود بمستشار قانوني ان هو العقد موثق او ما بينهم هما الاثنين ان اي مرتجع هو لازم ياخده، او في شروط وبنود معينه يلتزموا بيها الطرفين. طيب ده خد فلوس، وخد فلوس الشيكات، وبعد فتره طلع الشيكات دي او لقى الشيكات دي، احنا مش هنقول ان هو كان عنده نيه للغدر او نيه للنصب، خد الفلوس بتاعت الشيكات وظهرت بعد كده واشتكى بيها وعايز ياخد اجراء قانوني طمع. طبعا دي احنا بنتكلم عليها كسمعه. احنا عايزين ننهض بالتجاره في مصر، عايزين نكمل الدايره اللي بيها نظهر بشكل حضاري وشكل كويس. انا كمستهلك محتاج ان انا اخد من التاجر بضاعه كويسه او منتج كويس، محتاج ان انا يبقى المكان الموجود قانوني علشان خاطر اقدر احاسبه في حاله المخالفه. حاجات كتير جدا لو قدرنا نكملها بينجح، وبتنجح المؤسسه بشكل كامل او بينجح النشاط التجاري بشكل كامل. من ضمن العراقيل اللي هي بتقابل التجار طبعا المستهلك، بعض المستهلكين المشاكل اللي بتقابل من اقساط او يعني في بعض الناس بتطلع فلوس بالاقساط والمستهلك ده ما بيسددش، فبيبدا يعمل مشكله بالذات مع الفئه دي، مع الفئه اللي هي صغار التجار. لان صغار التجار او تاجر صغير ده معناه ان النشاط بتاعه محدود، راس المال بتاعه محدود، فاي عجز او اي تاثير من الاقساط بيتم عجزها او تعطيل مسار النجاح بتاعه. وده طبعا من ضمن الحاجات اللي لازم التجار يخلي بالهم منها كويس قوي. اختار بعنايه الناس اللي انت بتطلع لها، اذا كان هيبقى في معامله بالقسط او معامله اجله او بفلوس هيتم سدادها فيما بعد. باختصار ان لازم عشان خاطر تنجح وما يبقاش فيه مشكله، لان في تجار كتير جدا وناس كتير من اللي سمعاني دلوقتي بيتكلموا عنهم، ناس بدات وكانت معاها راس مال، وناس كانوا مشاريع ويمكن واخدينها وراثه، يعني المشاريع اللي هي مقامه من ايام اجدادهم، ومع ذلك تبص تلاقيهم ان هم بداوا انهم يفلسوا وبيبداوا ان هم مستواهم الاجتماعي يرجع 1000 درجه لورا. ده طبعا لسوء الفكر او لسوء تدبير اموره، ان هو يختار العملاء بتوعه، يختار الموردين بتوعه، في نفس الوقت ان هو لازم ياخد احتياطه ويسال ذو الخبره، ما يبقاش شغال بشكل عشوائي. يعني الاستاذ محمود فوجئ بقضايا مرفوعه عليه فوق ال 15 20 قضيه زي ما بيقول العدد، انا مش فاكره بالظبط، لكن قال عدد كبير جدا من القضايا. طب ايه الاجراء اللي هو خده؟ هو بيقول لك في محاضر اتخذت بفقدان الشيكات اللي موجوده، يعني هو رفع وما يعرفش وي الى اخره. طبعا كتاجر بيخرج اسكندريه، اسوان، الاقصر، اوقات بيبقى بره مصر. حاجه زي كده لو ظهرت له على الجهاز او على الكمبيوتر كجهه امنيه بتبدا تعطله، ويمكن كمان يقابل مشاكل اسريه ومشاكل صحيه تقابله، لان في ناس معينه مش واخده على البهدله، او ان هو مش واخد على ان هو حاجه زي كده وجات له صدفه فبتعمل له مشكله. ملخص الموضوع ان على كل تاجر ان هو ياخد احتياطه ويتعامل مع مستشار قانوني كويس هو يثق فيه، مش اي حد تتعامل معاه.
تختار العملاء بتوعك كويس، تسأل عليهم قبل ما تتعامل. مش واحد قال لك المنتج ده رخيص تاخده وخلاص، لان طبعا مش هيلجأ ان هو ياخد المرتجع بتاعك او حاجات كتير زي كده. يلجأ طبعا لناس موثوقه فيها، في خبير ضرائب بيبقى موجود، استشاري خبير ضرائب بيبقى موجود يقدر ينظم لك الامور الاداريه اللي عندك، ينظم الامور اللي هي موجوده قدامك علشان خاطر ما يبقاش في مشاكل موجوده، خاصه دلوقتي ان الشغل كله بقى الكتروني. وطبعا في فئه كتير جدا من المجتمع ما بيلجأش او ما بيقدرش يتعامل بشكل صحيح مع الجهات الالكترونيه. يعني تاجر وعنده محل بقاله او معرض مش واخد على انه يقعد على الجهاز او يخش على موقع الضرائب او فلازم يبقى يختار الناس اللي هو بيمثلوه في الجهات الاداريه بشكل صحيح، بيختار الناس اللي هي بيمثلوه بشكل قانوني، الاجراءات القانونيه يلجأ ليهم. يعني واحد زي الاستاذ محمود لو كان عنده مستشار قانوني كويس من البدايه، بمجرد ما قال له انا هبعت لك الفلوس ابعت لي الشيك، الشيك مش موجود، كان يبقى فيه اجراء، عمل محضر فقد صحيح، ولكن كان يبقى فيه اقرارات، يبقى فيه اجراءات موجوده، يبقى فيه تنازلات، يبقى فيه خطوه، يعني في اجراء قانوني لازم يتم اتخاذه في الوقت ده، مش مجرد ان انا اعمل محضر وخلاص. لاني طبعا الخصم ممكن يكون مش كويس ويكون سوي ويتعامل بشكل مش كويس زي الاستاذ اللي هو اتعامل مع الاستاذ محمود ده، لو المقوله كامله صحيحه. يعني احنا طبعا بنسيب حق الرد، وربما انه يكون في اخطاء في الرساله اللي وصلت، او يكون الخصم عنده راي تاني، ده وارد، محدش يقدر يتكلم في حاجه زي كده. ولكن على كل تاجر ان هو ياخد احتياطه، يختار الموردين بتوعه بشكل صحيح. في رساله تانيه عايز اقولها للمستهلك، اختار التاجر اللي انت بتاخد منه. يعني لازم تخلي بالك من التاجر اللي انت بتاخد منه، علشان خاطر بعد كده، يعني انا رايح اشتري دلوقتي وليكن جهاز كمبيوتر، او رايح اشتري شاشة تلفزيون، او رايح اشتري ثلاجة. الثلاجة ديت لو مش من مصدر موثوق منه، هيبقى في مشكلة في قلبيها، خسرت فلوس وخسرت عداوه، وربما يبقى في تقاضي او اجراءات قانونيه بتتم ما بينهم. طبعا احنا في الوقت دوت عايزين نبان بشكل حضاري، عايزين يبقى كل واحد يشوف شغله، كل واحد يبقى عارف نشاطه ايه يشتغل في قلبيه، مش عايزين يبقى في مشاكل ما بين المستهلك ورجل الاعمال او التاجر، سواء كان تاجر صغير او متوسط. يبقى في تبادل للعمل الخير، تبادل للفكر الصحيح، علشان خاطر يقدر ينجح، هو ينجح واحنا كمستهلكين في نفس الوقت نقدر نشتغل. في رسالة مهمة جدا عايزين نتكلم في قلبها دلوقتي، طبعا دي خاصة بردك بالمستهلكين، احنا لسه بنتكلم دلوقتي في الجمهور. المستهلك ده يعني الجمهور اللي بيشتري. رقم حماية المستهلك موجود لكل الناس اللي هي عايزة تتواصل معاهم، في ارقام لحمايه المستهلك. غلاء الاسعار، انا بشوف ناس في الشارع بتقول لك الاسعار غاليه مش زي ما بيتم اعلانها، او انت ليك دور، انت كمستهلك ليك دور، مش مجرد ان انا رايح اشتري واروح، لا، انا براجع الاسعار اللي قدامي. المحل اللي قدامي بيبيع غالي، انا بحذره مره والله الجريده الفلانيه او القناه الفلانيه او في موقع فلاني تم نشر الاسعار المخالفه للاسعار بتاعتك، استجاب مفيش مشكله، ما استجابش يبقى في اجراء قانوني بيتم، ما اسكتش. وده الشيء اللي احنا بنتكلم عليه، انا لو في حد جنبي مخالف ما اسكتش عليه، اخد اجراء قانوني ضده، مش عداوه. يعني انا لو المحل اللي قدامي مش مرخص او ملوش سجل تجاري، ملوش بطاقه ضريبيه، ملوش ورق، يبقى انا دلوقتي لو سبته باجي على نفسي، انا باجي على الماده اللي انا بشتريها او المنتج اللي انا بشتريه، مش باجي عليه هو، انا مش بعديه، ولكن بجبره ان هو يشتغل بشكل قانوني علشان خاطر يدي الدوله حقها وهو يديني حقي. ما هو لما يبقى في جهه حاكمه او جهه قانونيه بتتعامل معاه، هو اوتوماتيك هيبدا ان هو يلجا للمعامله السليمه والصحيحه. يعني محاربة غلاء الأسعار مش من جهة الحكومة فقط، محاربة غلاء الأسعار مش من جهة التموين فقط، العبء الكبير جدا في محاربة غلاء الأسعار أو حماية المستهلك من المستهلك شخصه. إني أنا في حالة إن أنا أشوف خطأ ما اسكتش، مش أعلي صوت وأتخانق معاه. يعني في بعض الناس يقول لك أنا مش هسكت ويزعق وبياخد أسلوب غير حضاري، لا، في أسلوب قانوني، في اسلوب قانوني بيتم اتخاذه، زي بلجأ للتموين، بلجأ لارقام حمايه المستهلك، بلجأ للضرائب، بلجأ لجهات قانونيه تقدر تساعدني على النهضه بالمستوى او رجوع للاسعار. لو في تاجر مخالف للاسعار وقابل
فرد واحد في المحيط اللي حواليه هيلجأ للاسلوب دوت او هيلجأ للقانون، مش الخير هيعود على الفرد ده، بل بالعكس هيعود على كل المنطقة اللي هي محيطة بيه. لو كل الأماكن في مصر رجعت نفسها وبدأت تراجع مع جيرانها وبدأت إنها ما تسكتش على الفساد اللي موجود أو ما تسكتش على الغلاء اللي موجود، بس برجع وأقول وبأكد بشكل قانوني مش بشكل همجي أو بشكل غير متحضر، لا، في أشكال قانونية وفي إجراءات قانونية وفي أرقام حماية للمستهلك، في أرقام شكاوي الموحدة على مستوى الجمهورية، مجلس الوزراء، في التموين، في جهات كبيرة جدا تلجأ ليها. هتتعب شوية ولكن التاجر هيلتزم وهيفضل مدى الحياة ملتزم، هيبقى في محاربة للغلاء اللي موجود بشكل صحيح وبشكل حضاري. رسالة أخيرة قبل نهاية البرنامج لكل الفئة، التجار الصغار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رجاء نخلص إجراءاتنا القانونية أو نلتزم بإجراءاتنا القانونية، ونخلي بالنا من الناس اللي احنا بنتعامل معاها أو الموردين أو المستهلك أو البضاعة اللي عندي أو المنتج اللي عندي، علشان خاطر منتجك يتسوق بشكل صحيح وشكل سليم، وفي نفس الوقت ما يبقاش في مشاكل بالنسبة لك قانونية أو مشاكل أو عقبات أو عراقيل بتقابلك في مسار المشروع بتاعك. تنجح والشعب المصري كله يستفاد والدايرة الحضارية في المجتمع المصري تبقى كاملة وشكلها حضاري وجميل. أعزائي المشاهدين، سعيد جدا بلقائي مع حضرتكم، شكرا لحسن الاستماع.